بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا النهارده انا حاولت ان انا اخر الفيديو شويه على قد ما اقدر، بحيث ان انا ابقى اهدى من بعد الماتش. لان النهارده احنا لما يعني اللي احنا شفناه النهارده ده لا يمت للكوره بصله خالص، لا للكوره ولا للنادي الاهلي ولا لجماهير النادي الاهلي ولا اي حاجه. النهارده مشيت زي ما احنا عايزين، اشدنا بالراجل وقلنا كولر، وقلنا الراجل ده تمام ومدرب عالمي، وقلنا كل اللي احنا عايزين نقوله قلناه. لان انت بتلعب بره ارضك، فكان الشكل ده حلو اللي احنا لعبنا بيه. عمل كل حاجه، دافع ولعب متوازن، هاجم شويه، هدف هناك، كل حاجه تمام. لكن انك تلعب هنا في مصر وسط اكتر من 80,000 متفرج، ملعب كله كامل، الجمهور ما سكتش زي ما احنا متعودين من اول دقيقه لاخر دقيقه، قدام العدد ده كله، وانت النادي الاهلي بطل افريقيا، الناس كلها بتنزل عامله لك حساب، بيبقوا جايين من الطياره عارفين ان هم داخلين استاد الرعب. انك تلعب بالشكل ده في وسط استاد القاهره، ده ملوش اي مبرر. ده ملوش اي مبرر اللي احنا شفناه النهارده. وشفنا شكل النادي الاهلي بيه، ده ملوش اي مبرر عندنا خالص يا كولر خالص. بتلعب مدافع يعني في استاد القاهره ازاي؟ امال هتهاجم امتى؟ يعني هنوديك تلعب فين عشان تهاجم؟ بتلعب بتحفظ وبتلعب بشكل زفت. مش ده النادي الاهلي خالص، احنا ما تعودناش على كده. ان شاء الله نكون حتى خسرانين هناك 2-0، بنيجي نلعب استاد القاهره بشكل تاني خالص، كاننا ما لعبناش خالص، كاننا ما لعبناش. عمال تعاند فينا، وتعاند في الاداره، وتعاند في الناس، وتعاند في الجمهور، وتعاند في المحللين، وتعاند في اللعيبه. ليه؟ انا النهارده عمال اشوف مبرر واحد يخليني اقول ان المدرب ده يفضل مع النادي الاهلي ماتش كمان، مش لاقي. لا اداء ولا شخصيه ولا اي حاجه خالص. خليت النهارده كابتن سامي قمصان يقف وانت واقف في الملعب يقول للناس اطلعوا قدام هاجموا. انت بتعمل كده ليه؟ عايز تمشي اتفضل امشي. لكن احنا لا راضيين على اداء، ولا راضيين على نتيجه، ولا راضيين على شكل، ولا راضيين على اي حاجه خالص. قعدت تقول في الاول النادي الاهلي اصل الصفقات، اصل هم ما اعرفش مش عارف مالهم، اصل مش عارف ايه. النادي الاهلي جاب لك صفقات ما كنتش تحلم بيها، ولا احنا اصلا كمان كنا نحلم بيها. لكن انك تلعب بالشكل ده قدام الجمهور، قدام جمهورنا في وسط ملعبنا، يعني انا مش فاهم. انت نازل الملعب كسبان 1-0 بسبب الجمهور، سبت كل ده، ضربت كل ده في الارض ولعبت مدافع. مش فاهم ازاي عندك كل اللعيبه دي كلها، عندك السكواد ده كله، بتلعب مدافع. كنت عايز ايه من الماتش؟ انا نفسي افهم، نفسي اقعد معاك كده اقول لك انت كنت عايز ايه من الماتش ومننا. يعني كنت عايز ايه من الماتش وكنت عايز ايه مننا؟ عصبتنا وضايقتنا وعكننت علينا وخنقتنا وحاجه يعني زي الزفت. عمالين نقول الراجل ما ممكن يكون عنده مشاكل، وممكن يكون عنده مش عارف مين مش عارف مين، لكن احنا مش احنا اللي نطلع بالمنظر ده. سيبك من ان احنا نطلع على الكوره مكسب وخساره، بس مش بالشكل ده. مش بتلاعب سان داونز هنا وهناك بتدافع. انت مش بتلاعب البرازيل. حتى لو بتلاعب البرازيل، احنا لعبنا كل الفرق في العالم ولعبنا ريال مدريد، ما كناش بنلعب بالشكل ده، وانت نفسك كنت مدربنا. ايه اللي حصل؟ مش فاهم ايه اللي حصل لك في دماغك. يا عم عايز تمشي اتفضل امشي، احنا مش بنقفل الباب على حد، ما تغور في داهيه. يجي واحد غيرك واثنين غيرك وثلاثه غيرك، هو النادي ما بيقفش على حد، لا لعيبه ولا مدربين. نيجي بقى للجانب الثاني بتاع اللعيبه. انت عايز ايه من اللعيبه؟ انت عايز ايه من اللعيبه؟ اسماء كده معينه. انا عايز ايه من علي معلول؟ يعني عايز ايه من علي معلول؟ عايز ايه من قفشه؟ عايز ايه من السوليه؟ مش فاهم انت عايز ايه من الناس. يعني اكرم توفيق ماشي، هنقول اللاعب مشي. انت عايز ايه من الناس دي كلها؟ يعني علي معلول حتى مش موجود يا عم قعدوا على الدكه. يا عم الراجل كابتن الفرقه والراجل تاريخ، وبنقول لك احنا بنحبه. احنا اللي بنقول لك بننيله بنحبه. ما تحطه على الدكه على الاقل، يبقى مع اللعيبه كده. حد بروح علي معلول، حد يبقى معاه علي معلول ويسيبه يقعدوا بره. مش فاهم انت بتفكر ازاي، انا مش فاهم. الجمهور كله قاعد طول الماتش
الناس كلها بتتحايل تبوس ايدك تبوس دماغك تقول لك انت ما تدافعش قدام الزمالك، بتدافع قدام بيراميدز بتدافع. يا راجل ده بيراميدز مطرود منه واحد وعمال تدافع لي. يا عم احنا مش بنلعب نجوم العالم، انت معاك سكواد مش ما تحلمش بيه. احنا لو رحنا بالمنظر ده كاس العالم ده احنا هنشيل من اللي رايح واللي جاي. انت مش هتلاعب بقى شالوليلي ولا هتلاعب موبيندا ولا الاسماء دي كلها مش هتلاعبها، هتلاعب ميسي، هتلاعب فرق اوروبا. اللي انت بتعمله ده ما يرضيش ربنا ولا يرضي حد خالص. عايز تمشي اتفضل امشي، خلاص الموضوع انتهى. وانا اصلا شايف ان انت النهارده ده تقريبا ده اخر يوم ليك، يعني اخر يوم ليك هيكون النهارده، لان انت فعلا فعلا عكننت علينا كلنا، عكننت علينا كلنا. بقالك بالظبط ما يقارب في الاربع خمس شهور عمال تعكنن علينا بس لعيبه. محمد مجدي قفشه الراجل، يعني انا مش من معجبين قفشه، مش اشد المعجبين، ولكن الراجل بيجتهد وبيتمرن وبيلعب وما بيعملش مشاكل وقاعد ساكت ومفيش حاجه. انزل اقعد اقف، ما بيعملش معاك حاجه. يا راجل نزله جربه. لما ما تجربش قفشه وبن شرقي وحسين الشحات ووسام ابو علي منزلهم لي في اخر الماتش، لما تجربهمش في استاد القاهره وسط الجماهير دي كلها، هتجربهم امتى؟ انا لو فتحت معاكم الاحصائيات انتوا هتشوفوا بلاوي. النادي الاهلي ما جالوش ولا ركنيه، النادي الاهلي ما لعبش ركنيات طول الشوط الثاني. احنا ما رحناش عند الجون، بندافع بس. ومش قادر افهم ليه ولا ازاي. كولر خلاص، كولر كده انتهى، كولر كده عهد يعني الوقت بتاعه مع النادي الاهلي انتهى، ومع جمهور النادي الاهلي خلاص. النهارده الجمهور بعد ما هو طالع النهارده وبداوا خلاص يزوموا عليه وبداوا كمان يرموه بالازاز والكلام ده. تصرف مش حلو، وتصرف شكله مش حلو بصراحه يعني. ولكن احنا كلنا بلا استثناء كان دمنا بيغلي. ماتش طول الشوط الثاني الفرقه عماله تهاجم وتلعب كوره عليك وتنقل كوره عليك. يا راجل نزل الناس تمسك كوره بس انت كسبان 1-0، نزل حد يمسك يعمل توازن في نص الملعب ويمسك كوره ينقل تك 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 تك. انت سايب الاستحواذ للفرقه، سايب الاستحواذ لصن داونز. اوكي يا عم على دماغنا، بس هنمسك احنا كوره امتى؟ ما انت طول ما هم ماسكين الكوره طول ما انت عليك ضغط. احنا كل كوره ماسكين قلبنا. يا عم ليه؟ ما تنزل الناس تلعب، ما انت معاك. زمان كنا بنقول معكش فرقه ومعكش حد يلعب، ما تنزل الناس، ما الناس معاك اهي. انا شايف ان كولر كده خلاص، كولر كده بصراحه خد اكتر من وقته، وبصراحه حرق دمنا وبطوله سهله. اما كنتش تاخد البطوله دي هتاخدها، يعني البطوله دي كنت المفروض تبقى الثالثه على التوالي. خلاص الموضوع سهل، مع احترام البيراميدز ومع احترام الاورلاندو ومع احترام كل الكلام ده، لكن البطوله سهله جدا 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 جدا. انت اللي ضيعتها كولر بنشفان دماغك. خسرتنا لعيبه، عملت فعلا اوضه اللبس هربت منك. خلاص اللعيبه زهقت منك، واحنا كمان زهقنا منك، والاداره زهقت منك. خلاص انا شايف ان كولر كده يعني نشوف بقى حاجه جديده. ويا ريت. انا سامع كيروش نازل، مدرب عنده 75 سنه ولا 80 سنه، نازل هيعمل لي بقى، يبدا لي مشروع ونبدا بقى نجيب لعيبه من تحت ونبدا بقى نعمل ما اعرفش مين. الكلام ده ما ينفعش معانا خالص وما ياكلش معانا خالص، مش وقته خالص. احنا عايزين مدرب جاهز ينزل يدرب يشتغل مع اللعيبه دي، يعمل لنا شغل. احنا داخلين على كاس العالم، مفيش الكلام اللي احنا بنفكر فيه. كيروش ايه وبتاع ايه؟ كان عمل حاجه مع منتخب مصر ايه؟ طلع نهائي يعني واكتشف لي محمد عبد المنعم، يعني اخترع الذره. نشوف حد غيرهم خلاص بقى. ما عندناش 3 4 مدربين عمالين ندور عليهم. انا ما اعرفش الكلام ده صح ولا غلط، ولكن خلاص فعلا خلاص. احنا جبنا اخرنا لما اشوف ان النادي الاهلي بالمنظر ده. اللعيبه النهارده ما عليهاش اي عيب ولا عيب. اللعيبه كلها لعبه رجاله بصراحه، بس انت اللي ضاممهم في نص ملعبهم، انت اللي عايزهم يدافعوا. وفرقه سان داونز فرقه بتلعب كوره، بتنقل الكوره. انت عايز مننا ايه؟ مش عارف. فرقه بتلعب كوره على الارض زي دي، سايب لهم الاستحواذ، سايب لهم كل حاجه. طب ما انت عارفهم. انت ما اتفرجتش على الماتش، انت ما اتفرجتش على سان داونز خالص، ما شفتش الماتش هناك. على ارضهم بيمسكوا كوره وبره ارضهم بيمسكوا كوره. خلاص يا كولر انت من نفسك تطلع تمشي، انت من نفسك تطلع تستقيل. طالع لي بعد المؤتمر الصحفي تقول اصل انا ما خسرتش، انا اتعادلت. انت يا عم انت تعبان، انت في حاجه في مخك. احنا طلعنا من افريقيا، انت بتدرب النادي الاهلي،
اللي انت بتعمله ده ما يرضيش حد. وانا مش عارف بقى الاداره هتتصرف ازاي في الموضوع ده، بس انا بصراحه حبيت ان انا اطلع اقول الكلمتين دول واخرهم على قد ما اقدر، واخرهم جامد قوي على قد ما اقدر كمان، عشان ما اكونش انا متعصب شويه كمان. ولكن الاول كنت اكتر بكتير، كنت اكتر بكتير، لان فعلا فعلا انا زعلان جدا 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 على الماتش اللي راح مننا ده. كان في احسن من كده كتير، وان شاء الله اللي جاي احسن، وان شاء الله المدرب اللي جاي يكون على قد النادي الاهلي، لان خلاص كولر فعلا كده النهارده الاخبار اللي جايه ان كولر بالجهاز الفني كله هيمشي مع عوده الكابتن سيد عبد الحفيظ اللي لازم يرجع. سيبك بقى من كابتن محمد رمضان وبناطيله، لان احنا تعبنا من بناطيله خلاص. خلاص 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 بقى، شوف لك بقى بناطيل تانية عشان تعبنا. كابتن سيد عبد الحفيظ كده يرجع، لانه كان فعلا فعلا ظابط اوضه اللبس. غير كده يبقى احنا بنهرج. وان شاء الله اللي جاي يكون احسن، وهارد لك لجمهور الاهلي، وهارد لك لينا، وان شاء رب العالمين اللي جاي يكون احسن بكتير. مع السلامه.